الرحمن الرحيم. بنبدأ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في مقر سفارة مصر في الكويت خلال الفترة من 11 ل 17 مايو، وانتهت جولة الانتخابات وبدأنا مرحلة فرز الأصوات بدءا من يوم الخميس الساعة 12 مساء، الخميس 17 مايو، وحتى ساعته وتاريخه الساعة 6 من صباح يوم السبت 19 مايو بشكل متواصل. العرض الكلي لمؤشرات وأرقام نتائج الانتخابات. بنبدأ الأول إن احنا نقول مجموع المسجلين من الناخبين المصريين في دولة الكويت 119,234 ناخب. مجموع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم سواء بالحضور الشخصي أو بالبريد 57,151 ناخب. الأصوات المستبعدة والتي تم استبعادها قبل الدخول إلى عملية الفرز 1378 صوت، وجميعهم كانوا بالبريد. الأصوات الباطلة 485 صوت. الأصوات الصحيحة بعد استبعاد كل هذه الأصوات، الأصوات الصحيحة مجموعها 55,288 صوت. كانت نتائج الانتخابات بشكل تفصيلي لكل مرشح على النحو التالي حسب ترتيب القائمة. بطاقة الاقتراع رقم 1 السيد أبو العز حسن علي الحريري، وشهرته أبو العز الحريري، حصل على 10 أصوات. رقم 2 في القائمة السيد محمد عبد الفتاح محمد فوزي عيسى، وشهرته الدكتور محمد فوزي عيسى، حصل على 3 أصوات. السيد أحمد حسام كمال حامد خير الله، وشهرته حسام خير الله، حصل على 10 أصوات. السيد عمرو محمود أبو زيد موسى، وشهرته عمرو موسى، حصل على 8,876 صوت. السيد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، وشهرته دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حصل على 14,109 صوت. عيد اسمع بالله. السيد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد، وشهرته الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حصل على 14,109 صوت. السيد هشام محمد عثمان البسطويسي، وشهرته هشام البسطويسي، حصل على 41 صوت. السيد محمود حسام الدين محمود جلال، وشهرته محمود حسام، حصل على 3 أصوات. السيد محمد سليم العوة، وشهرته دكتور محمد سليم العوة، حصل على 725 صوت. السيد أحمد محمد شفيق زكي، وشهرته الدكتور أحمد شفيق، حصل على 5,048 صوت. السيد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي، وشهرته حمدين صباحي، حصل على 9,031 صوت. 9,031 صوت. السيد عبد الله حسن علي الأشعل، وشهرته الدكتور عبد الله الأشعل، حصل على صوت 1. السيد خالد علي عمر علي المحلاوي، والشهرة خالد علي، 292 صوت. السيد محمد مرسي العياط، وشهرته الدكتور محمد مرسي، حصل على 17,139 صوت. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر.